اهلا بيك في فيديو جديد وحلقة جديدة. حلقة النهاردة عبارة عن ماتش او المباراة اللي انتهت منذ قليل، مباراة المغرب والجزائر، اللي كانت مباراة قوية جدا جدا. فاز فيها المنتخب المغربي بهدفين مقابل لا شيء، بعد مباراة كانت قوية جدا في ارضية الملعب بين الفريقين او بين المنتخبين الكبار. دايما بنشوف مباراة المغرب والجزائر اذا كانت بالنسبة للشباب، للناشئين، للكبار، اي الفريق الاول، كل ده بنشوف لهم دايما منافسات بتبقى قوية جدا بين المنتخبين. شفنا النهارده المباراة انتهت بين المغرب والجزائر بهدفين مقابل لا شيء، او بفوز المنتخب المغربي بهدفين مقابل لا شيء. شفنا المباراة وشفنا التكتيك اللي كان في أرضية الملعب، وشفنا الناس اللي سجلت، وشفنا جميع التفاصيل، وعرفنا الجولة الأولى انتهت بكام والجولة الثانية حاليا اللي احنا فيها. كل التفاصيل دي هنناقشها مع بعض، ونعرف موعد الجولة اللي جاية. هنعرف ايه موعد الجولة الجاية وترتيب المجموعة دلوقتي اللي مكونة من 5 منتخبات. قبل ما نعرف التفاصيل دي، في حاجات كده احنا عايزين يعني تشجعنا بيها: في لايك، في اشتراك، في تفعل الجرس بتاعك علشان تكون موجود معانا دايما في الحاجات الحلوه دي، وتنزل دلوقتي في التعليقات تقول رايك في المباراه عن اداء المنتخب الجزائري امام المغرب. منتخب المغرب كان احسن، منتخب الجزائر كان احسن، رايك في المباراه اللي جايه، مين هيفوز في المباريات اللي جايه، كل الكلام الحلو ده. فعايزك لايك، اشتراك، فعل الجرس، ويلا نبدا. في الاول كده الشوط الاول خلص باداء رائع جدا للمنتخب المغربي، كان قادر ان هو يفوز فيه بنتيجه اكبر من 2-0. يعني احنا عندنا الشوط الاول خلص 2-0، بس المنتخب المغربي كان عنده اداء اقوى، او عنده هجمات وفرص اكتر ان هي تسجل في الشوط الاول. ضيع كتير، ضيع فرص كتير. عندك برضو المنتخب الجزائري ضيع فرص اكتر، لكن احنا عايزين اقول لك ان المنتخب الجزائري اقوى لاعب شفته في المنتخب الجزائري حاليا هو حارس المرمى. لا، حارس المرمى المنتخب الجزائري شال كتير من المغرب، شال فرص محققة من المنتخب المغربي، شال فرص كتير، 3 أو 4 فرص سجلوا أهداف محققة. لكن اللي كان فايق كان مركز جدا حارس المرمى. الفكرة هنا ان احنا شفنا المنتخب المغربي بشكل افضل في الشوط الاول. في الشوط الثاني حسينا ان في تراجع بدني قوي جدا من المنتخبين شفنا تراجع بدني قوي. يعني ان احنا سمعنا المعلق، او انا ما كنتش اعرف حاليا ان المنتخبين فيهم ناس محترفه في اماكن تقيله زي البايرن، زي الاس ميلان، في ناس محترفه. بس ازاي ناس زي دي بتوصل لمثلا دقيقه 60 او 65 ويرجع المعدل البدني بتاعهم يرجع جامد بالطريقه اللي احنا شفناها؟ العيال جم في الدقيقه 65 بالظبط، ولقيت في تراجع بدني غريب. العيال ما بتهاجمش، مش قادره، حتى الباص بتباصه وحش، الباص بتباصه بطيء. هنقول مثلا ان هم سنهم صغير، ده تمام، انا معاك فيه. بس يعني معدل التدريب اللي بتدربوه، المكان اللي هم بيتمرنوا فيه عامه، في الايطال، في ايطاليا، اسبانيا، ايا كان المكان اللي هو محترف فيه، فده ما يعني احنا شفناه غريب شويه في ارضيه الملعب. لو ممكن انت كمان، لو انت شايف ان دي حاجه غريبه، ممكن تقول لي في التعليقات، او حاجه عاديه. اللي انا مستغرب منه بس اللي هو المعدل البدني رجع، ان اسكان هنا مفيش هجوم، اسكان هنا مفيش هجوم. إيه، الهجوم بيروح، حتى الهجمه بتروح بطيئه، لو راحت وكملت الباص بيبقى غلط، الباص بطيء، التسديده بتبقى قد كده، فاهم؟ حاجات كده كانت غريبه في نهايه الشوط الثاني او في بدايه الشوط الثاني. عندك من شويه الماتش اللي قبله خلص بين المنتخب المصري ومنتخب تونس، اللي فاز فيه المنتخب المصري بهدف مقابل لا شيء عن طريق ركله جزاء. وكان قبليه طبعا ركله جزاء اخرى، لكن طبعا ضاعت. يعني كان المنتخب المصري ممكن يفوز بهدفين مقابل لا شيء، لكن شفنا طبعا كان في اداء قوي جدا من المنتخب المصري في الشوط الاول. برضه الشوط الثاني تراجع المنتخب المصري، بدا يدافع، والمنتخب التونسي كان بيهاجم لكن ما قدرش يستغل اي فرصه. طبعا احنا نزلنا فيديو تحليل الماتش ده، فلو انت معانا لسه مكمل في الفيديو كده، قاعد في الفيديو، ممكن تروح تشوفه وتقول لنا رايك برضه بعد انتهاء الفيديو ده. طبعا شفنا دلوقتي ترتيب المجموعه. احنا اصلا قبل ما يعني في الجوله الاولى كان في ماتش المغرب كان فازت ب 2-0، والجزائر فازت ب 5-1 على ليبيا. كان في المتصدر المجموعه كان الجزائر ب3 والمغرب ب3. الوقت حاليا المغرب بقت بالعلامه الكامله ب6 نقط. ليه فازت النهارده على الجزائر، والجزائر تجمدت حسابها ب3 نقط. كان عندك مصر وليبيا وتونس ب3، يعني كل واحده فيهم ب0. ليه مصر كان عندهم ماتش راحه، والتانيين زي ما احنا شفنا كده ايه، 0 من النقاط. مصر فازت النهارده بقى عندها 3 نقاط، يعني عندك المغرب 3، المغرب 6، الجزائر 3، مصر 3، تونس 0، وليبيا 0 من نقاط. عندك بقى الجولة الثالثة. الجولة الثالثة بإذن الله هتكون يوم 30 مارس، خلاص يعني قربنا برضو، يعني لسه 3 أيام وهنلعب الجولة الثالثة، اللي هتكون أول مباراة بين ليبيا وتونس ومصر والمغرب. ده اللي هيكون ماتش تقيل جدا. انتظرنا بفيديو برضو هنقول لكم فيه عن موعد المباراة اللي جاية دي والتوقيت والقنوات الناقلة وكل الكلام الحلو ده خلال فيديو
منفصل عن الفيديو اللي احنا فيه. فلو انت مكمل معايا الفيديو للاخر، قول لي رايك في مباراه مصر ومباراه طبعا تونس ومباراه المغرب والجزائر اللي خلصت من شويه بفوز المنتخب المغربي. كل الكلام الحلو ده تقوله لنا تحت في التعليقات، لايكك واشتراكك وتفعل الجرس عشان تكون موجود معانا دايما.